عسلامة، مرحبا بكم. مش أحوالكم الناس الكل؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم بدينا إن شاء الله رز على الطريقة التونسية. لهنا حطيت الفلفل، نقلي فيه في وسط نقليه في وسط الزيت. نطلع قرنية الفلفل بعد ما طابوا. آه، نخير نقلي فلفل من أول مرة في الزيت باش ما نخسروش برشا زيت. الزيت حطيت زيت زيتون، أنا ما عندهش ينجم يستعمل أي زيت آخر عادي. لهنا باش نحط البصل والطريفة اللحم باش نقليهم شوية زيادة في الزيت. من بعد بعد ما نخليهم يتشحطوا بالباهي، ياخذوا تشويحة باهية في وسط الزيت ومع البصل. ونزيدهم طماطم معجونة. لهنا ساعة باش نزيد شوية ثوم، نسيت الثوم. لهنا حطيت الثوم زاد باش يتحل معاهم شوية. ومن بعد تالي باش نزيد معاهم الطماطم، نحطوا الطماطم نحركوه نخلوه يتقلب الباهي زدا مع اللحم ومع البصل ومع الثوم. بالنسبة اليوم اني اخترت رز جربي. سامحوني، اخترت رز بسمتي. نفس الطريقة بالنسبة للرز البسمتي والرز العادي، نفس الطريقة، ما يحبش برشا صوص. ما كثرلاش برشا صوص باش ما تكسرش الكعبة. اما بالنسبة للرز المفور ماذا بينا نكثروا له الصوص باش يطيب. لهنا حطيت الفحات اللي هما فلفل اكحل وفلفل احمر وكركم وبركت بالماء سخون. تنجموا تزيدوا اللي عنده الهيل يزيد الهيل، تزيدوا البسباس ده مرحي ده يعطي نكهة باهية مع الرز زاد. وخصوصا الهيل يعطي نكهة روعة. نخلي طب نزيد الملح زاد. وتوا نمروا باش نغسل الرز. غسلته غسلة بركة خاطر ما فيش برشا نشيء. نغسله بالباهي ونحطه يفور. هذه بعد ما فور باش نحط له الصوص. ما كثرلاش الصوص كما قلت لكم باش ما يجيش معجن وما تتكسرش الكعبة. بالنسبة للرز فيه برشا طرق للتطيب. نجموا تقلوه في الزيت وبعد تحطوه في الصوص، نجموا ترموه في الصوص طول. برشا طرق. أماني نحبذ طريقتنا هذه التونسية. التفوير كما نفوروا كسكسي تعجبني برشا. وحتى صغاري يحبوا الطريقة هذه، يحبوك بالطريقة هذه زادة. لهنا نحركوا بالباهي الرز والصوص باش يشرب بالباهي. ونرجعوه يفور. هذه تسمى التفويرة الأولى. زدت شوية ماء خاطر الصوص شوية. توا نرجعوه يفور. وتوا بعد ما يفور باش نمر للتفويرة الثانية باش نفرغها في وسط الصينية. ونزيدها نشبعها بالصوص خاطر أول مرة كان لاحظت حطيت شوية بركة. المرة الثانية نكثروا فيه الصوص باش يشرب في عقلة ويتبنى. كما تشوفوا لهنا كثرت وميم طون باش نحط الخضرة.
باش نحط اليوم عندي جلبانة وبطاطا. تنجموا انتم تزيدوا، اللي عنده سفناري يحط، اللي عنده القراع زاد يحط، زاد تجي يجي باهي. الخضرة اختيارية، لكن من الاختيار كما تحبوا انتم خضرة، اللي تحبوا عليه تحطوه زاد. اللي عنده زاد فول اخضر زاد ينجم يحط، زاد يجيب من برشا. هذه البطاطا. وبعد تالي باش حطيت ورقات الرند، خاطر الرند كنحطوه منه مرة النكهة متاع تضيع، كنحطوه في الاخر خير، يسيب نكهته ويعطي طعم للماكلة. لهنا الرز متاعنا حضر باش نهبطه وناخذ نزينه. ما تنسوش باش تعملوا لي لايك للفيديو، خاطر لي لايك هم اللي يطلعوا الفيديو باش يتشاف عند اكثر ناس. هنا نزينوا في نهبط نحط هبط الخضرة كل كي. لهنا بعد ما كملت كل كي الرز متاعنا حضر، وشهية طيبة.